الخمول والتعب والرغبة الشديدة في النوم. الموضوع ده مهم جدا لان بقى في حالة خمول في الجو كده بينيم والناس كلها نايمة وحاسس ان مفيش طاقة، وحاسس ان الموضوع ده يهم كل الناس. فالنهاردة ان شاء الله هتكلم عن الخمول والتعب والرغبة الشديدة في النوم، هنتكلم عن اشهر الاسباب اللي بتسبب الحالة دي، وهنتكلم ازاي تتخلص منها بحلول علمية وعملية واقعية هتخليك ترجع تاني نشيط وبطاقة وتقدر تحقق كل اهدافك ان شاء الله. لازم تعرف ان في مثلث للنشاط والطاقة لازم تهتم بيه كويس عشان تتخلص من الكسل والخمول والرغبة في النوم. رقم واحد في المثلث ده وهو جودة النوم بتاعك. تمام؟ لما بتنام كويس وتنام بدري وتصحى بدري هيفرق معاك بشكل كبير جدا. فانت لو بتسهر او قالب نظام نومك ليلك نهارك ونهارك ليلك، او نومك متقطع بتنام شوية بالليل وشوية بالصبح، طبيعي جدا تبقى حاسس بالخمول والتعب وانك عايز تنام طول اليوم ومش عارف تفوق. النوم بيفرق بشكل كبير جدا في النشاط والطاقة. فالافضل ليك على الاطلاق انك تنام 11 مساء وتصحى 6 الصبح، تصلي الفجر وتبدأ يومك بنشاط وبطاقة، وبعد الظهر تاخد قيلولة من نص ساعة لساعة الا ربع. هيبقى حلو جدا وهيفرق معاك بشكل كبير جدا. تمام؟ وطبعا النوم قبل النوم بساعة تتجنب الموبايل والتلفزيون والحاجات دي، لان هي بتخليك يحصل لك ارق وانك مش عارف تنام. فتبعد عن الموبايل بساعة قبل النوم. ممكن تستخدم اشواجندا قبل النوم، هتنيمك وهتظبط معاك الدنيا جدا، بتحسن النوم بشكل كبير جدا. فالنوم رقم واحد في مثلث النشاط والطاقة. رقم اتنين في مثلث النشاط والطاقة وهي الرياضة. تمام؟ الحركة عموما فيها بركة، وكل ما بتتحرك كل ما الجسم ينتج طاقة اكتر ويزود نشاطك. عكس ما الناس متخيلة ان اللي منتخ ومريح ده المفروض يبقى عنده طاقة يعني يستخدم طاقته. لا، ده النشاط بيجيب نشاط والحركة بتجيب حركة. تمام؟ والدراسات العلمية اثبتت ده بالفعل، ان الرياضة والنشاط بيزود من كفاءة الميتوكوندريا، دي مصانع الطاقة في خلايا الجسم اللي بتخلي الجسم ينتج طاقة ويبدأ يفوق كده ويشتغل. تمام؟ ده غير ان الرياضة بتقلل من الالتهابات الجهازية المرتبطة بالكسل المزمن. تمام؟ يعني هتقلل معاك الالتهابات وهتفوقك. فالناس اللي بتلعب رياضة دي بيفرق معاهم بشكل كبير جدا، بيحس بنشاط طول اليوم. فانك تبدا رياضه دي حاجه اساسيه وهتفرق معاك بشكل كبير. يا عم احنا عايزين منك نص ساعه كل 3 ايام، يعني مثلا حد وتلات وخميس تلعب كارديو، تلعب سباحه، تنزل جيم، تتمشى في البيت، زومبا، ايا كان الرياضه اللي تعملها، بس يبقى يكون في رياضه ملتزم بيها ومستمر عليها على الاقل نص ساعه كل 3 ايام. واحده بواحده انت هتلاقي الرياضه دي بتفرق في حياتك وفي نشاطك، وتبدا تمارسها بشكل يومي وتحبها وتدعي لنا ان شاء الله. فدايما خلي فيه روتين رياضه. والرياضه عشان تبقى روتين تعمل ايه؟ هتتمرن في مكان ثابت وميعاد ثابت عشان تلتزم. يعني وليكن هتمرن في الجيم كل حد وثلاث وخميس الساعه 10 مساء، او سبت واثنين واربع بعد المغرب مباشرة. شوف وقت وتثبته، وده خلاص يبقى الوقت الثابت للرياضة، والناس كلها اللي حواليك تبقى عارفة ان والله ده الوقت ده احمد بيروح الجيم، او والله دي ماما في الوقت ده بتعمل رياضة في البيت. فخلاص بقى روتين ثابت وتقدر تلتزم بيه. مكان ثابت وميعاد ثابت للرياضة هيفرق معاك بشكل كبير جدا. الضلع الثالث للنشاط والطاقة وهي التغذية. التغذية بتلعب دور رئيسي في النشاط والطاقة ومهم جدا تهتم بيها. وفي بعض العناصر المهمة في إنتاج الطاقة لازم تهتم بيها زي الحديد والمغنيسيوم، فيتامين د، فيتامين بي 12، حمض الفوليك. الحاجات دي مهمة جدا تضيفها في الروتين بتاعك. تمام؟ فلازم يكون أكلك غني بالبروتين الجيد، زي السمك وزي الفراخ وزي اللحوم والبيض والجبن. الحاجات دي مهمة جدا وفيها بروتين عالي الجودة. تهتم بالأكلات اللي فيها الفيتامينات والمعادن اللي لسه قايلين عليها، وفيها مضادات الأكسدة زي الخضروات، وخصوصا الخضروات الورقية عظيمة جدا. دايما يبقى في طبق سلطة في وجبة الغداء، ده خليه أساسي كل يوم، ما تفرقش السلطة دي في وجبة الغداء. طيب أنا مش بحب السلطة، يا عم خليها قطع كبيرة. السلطة عموما والخضروات عموما غنية بالفيتامينات والمعادن دي وهتريحك بشكل كبير جدا. ده غير طبعا لو عملت تحاليل وعندك نقص معين في معادن او فيتامينات فتاخد لها المكمل الغذائي بتاعها، وده طبعا هيفرق معاك بشكل كبير جدا. مهم جدا بقى تقلل من السكريات والحلويات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية، الحاجات اللي بترفع سكر الدم فجأة
وينزل تاني فجأة، وتلاقي نفسك بعدها منهار وما عندكش طاقة وجعان وعاوز تاكل تاني ومفيش اي مجهود عندك. فالاكلات دي مهم جدا تقلل منها، لانك لو بتاكلها بشكل كبير هتأثر بشكل كبير جدا على الطاقة بتاعتك. اما المشروبات فاهتم بالشاي الاخضر لانه غني بمضادات الاكسدة وفيه كافيين معتدل، وممكن تشرب عصير ليمون او ليمون باللبن كويس جدا برضو، وهيمدك بفيتامين سي، هيفرق معاك وهيديك نشاط ويرطب الجسم كده على الصبح. تمام. مهم جدا تقلل من القهوة والشاي العادي لان هما بيعلوا هرمون الكورتيزول، ده بيدخل جسمك في وضع طوارئ. تمام. جسمك كأنه عايز ينتج طاقة كبيرة في وقت معين وبسرعة، فالطاقة دي بتطلع مرة واحدة ومخزونك ده بيخلص بسرعة وتلاقي نفسك مجهد وتعبان والكلام ده كله برضو. فاكتفي بكوبايتين قهوة في اليوم حلو جدا، ومشروب شاي بجنبهم. ما تزودش قهوة لان هي كويسة هتمدك بالطاقة في ساعتها، بس الكتر بتاعها هيعمل مفعول عكسي. زي اي حاجة ان زادت عن حدها اتقلبت ضدها. فالقهوة الكتير والشاي الكتير هيزودوا التوتر والضغط العصبي عندك، واحنا عايزين نقلل الضغط والتوتر العصبي لانه مؤثر بشكل كبير جدا في الكسل والخمول والتعب. تمام. فبرضه مهم جدا تهتم بكل الحاجات اللي بتسبب لك القلق والتوتر. يعني لو في حاجات معينة بتسبب لك قلق وتوتر تخلص منها. تمام. تمارس تمارين تنفس، تمارين يوجا، الرياضة هتساعدك برضه. فالقلق والتوتر مؤثر بشكل كبير جدا في الطاقة بتاعتك، فانك تحافظ على اعصابك وتقلل القلق والتوتر وتمسك اعصابك كده. وانما الحلم بالتحلم ان انت ما تبدأ تعلم نفسك الصبر والحلم كده ربنا هيعينك ان شاء الله. فحاول ما تقلقش نفسك وما يبقاش فيه ضغط نفسي وضغط وتوتر، لان ده طبعا بياكل الطاقة بتاعتك بكل سهولة. تمام. وفي جانب الحاجات دي ما تيجي تحط اهداف ليك، حط اهداف واقعيه تقدر تحققها. يعني انت مثلا لما تيجي تقسم الجدول مثلا بتاع المذاكره، ما تقولش ان انا هذاكر النهارده 10 ساعات وانت اصلا ما بتذاكرش ساعه على بعض طول اليوم. تمام. خليها حاجه واقعيه. والله انا امبارح ذاكرت ساعه، يبقى الهدف بتاع النهارده ان انا هذاكر ساعه ونص، واقسمها على مدار اليوم واخلي الموضوع سهل عليا، يبقى واقعي وقابل للتحقق. تمام. ما تحطش حاجه 10 ساعات وتقول لي دي خطه واقعيه وهذاكرهم، وتصحى مخك مش قابل، مش مستجيب معاك، انت مش عارف تدخل نفسك في مود المذاكره. قلل المجهود شويه، حط اهداف واقعيه قابله للتحقق عشان تقدر تحققها. تمام. وطبعا ابعد عن التسويف. شوف ايه الاهداف اللي عندك وابدا قسمها وابدا اشتغل عليها، واستعن بالله ولا تعجز. تمام. واستعين بالله واستعذ بالله من العجز والكسل. تمام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعو اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. تمام. فالطاقه دي حاجه عظيمه جدا، وقلنا لك اهم 4 امور بتاثر على الطاقه وازاي تظبطها، وهتفرق معاك جدا لو بدات تهتم بيها. عايزك لو اهتميت بالحاجات اللي احنا قلناها دي هتلاقي في طاقه كبيره جدا في يومك، وتدعي لنا بشكل كبير. واكتب لنا في كومنت برضو تجربتك كده مع الكسل والراحه دي والحاجات اللي بتخليك تحس بالخمول وازاي اتخلصت منها عشان تفيد غيرك. تمام. وطبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ونفيد اكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد اول ما ننزله. وبس وبكده يكون فيديو النهارده خلص. لو عندك اي سؤال اكتبه في كومنت وهرد عليك ان شاء الله. نشوفكم في فيديو جاي على خير. سلام عليكم.